إهانة النرجسي. النرجسي مش هيتوجع من إهانتك له، ولا من شتمتك له، ولا حتى من فضيحة عادية، لأن النرجسي شخص متلون عنده القدرة على إنه يعيش دور الضحية ليك، ويظهر للناس إنه شخص غلبان ومغلوب على أمره، وهو قادر يكسب تعاطف الناس ضدك، قادر إنه يظهر أسوأ ما فيك، وبالتالي الناس تصدقه بل تقف معاه ضدك. لكن الإهانة الحقيقية هي إنك تنجحي وتتطوري بدونه ورغما عنه، إنك تفضحي ألعابه القذرة بهدوء شديد وبوعي مش بالغضب والعصبية، لما تشرحي سلوكياته وتحليلها أمام الناس بذكاء وعقل واعي وهدوء، إنك تمارسي عليه التجاهل التام والإهمال، إنك لا تتأثري بكلامه السلبي أو استفزازاته، إنك تكوني مركزة على نفسك مش عليه، مش مهتمة بتصرفاته وأفعاله، مش مهتمة بوجوده أصلاً، إنك لا تدخلي معاه في نقاشات، كل ده إهانة له. إنك لا تنبهري بكلامه ولا تتفاعلي معاه زي زمان، تشعريه إن كل حاجة بيعملها أقل من العادي. إنك ترجعي للناس اللي عزلك عنهم، وخاصة أهلك وصديقاتك، إن يكون ليكي علاقات إيجابية داعمة ليكي. كل الأمور دي هي إهانة لغرور النرجسي، إهانة إنك وصلتي له رسالة إنه أصبح على الهامش في حياتك.